قلت لكم على الدبلوماسية الجزائرية. الدبلوماسية الجزائرية للأسف الشديد نحن في فترة انحطاط، تدهور رهيب. الوضع الآن السياسي، السياسة الخارجية، وضع ضبابي، وما يزعفوش عليا الجماعة نتاع الخارجية، لأننا راح نتكلم بكل وضوح وبكل صراحة. لما نعمل مقارنة بسيطة ما بين الجزائر القديمة والجزائر الجديدة. الجزائر القديمة بسلبياتها وكوارثها وجرائمها السياسية طبعا والاقتصادية والاجتماعية، بجرائمها السياسية والاقتصادية، ولكن في السياسة الخارجية كانت ممتازة، كانت قوية، فرضت الدبلوماسية الجزائرية مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي. يعني أنا نذكر في بداية وصول الرئيس بوتفليقة كان عندنا زوج وزراء خارجية، كان عندنا وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة، وعندنا وزير الخارجية يوسف يوسفي. نعم، لأنه السياسة الخارجية في وقت بوتفليقة كان هو شخصيا من يشرف عليها إلى غاية 2000 تقريبا 17-18، وين مرض خلاص ولا سمح. ولكن في بداية العهدة نتاعو إلى غاية 2014-2015 وزير الخارجية الحقيقي هو عبد العزيز بوتفليقة. عبد العزيز بوتفليقة دبلوماسي محنك وسياسي من الطراز الرفيع، أول رئيس تعرفه الجزائر كرئيس محنك سياسيا وداهية هو بوتفليقة. ما يقدر له لا بومدي الله يرحمه، لا بن بلة الله يرحمه، لا الشاذلي، لا حتى واحد، لا تبو لا غيره. اللي يقول لك باللي بوتفليقة عنده شكون ينافسه في الحنكة السياسية والدبلوماسية والدهاء السياسي، قل له روح اشرب من واد الحراش مهما كان. ما كانش اللي يقارن بوتفليقة في الدهاء السياسي والحنكة السياسية في الدبلوماسية. إذا كان وزير الخارجية الجزائري هو عبد العزيز بوتفليقة بالدرجة الأولى، وعنده وزير خارجية اللي هو يوسف يوسفي تقريبا حوالي سنة. ثم عين عبد العزيز بن خادم وزير الخارجية، نفس الشيء، كان يلعب دور وزير خارجية مساعد لوزير الخارجية الرسمي اللي هو عبد العزيز بوتفليقة. ثم جاء وزير خارجية محنك اللي هو قاضي في محكمة لاهاي محمد بجاوي، اشتغل مع عبد العزيز بوتفليقة نفس الشيء فترة، وزاد للدبلوماسية الجزائرية قوة بحكم علاقاته المتشعبة في العواصم العالمية وخاصة العواصم الغربية كاسم معروف في المحافل الدولية. ثم جاء بعده مراد مدلسي الله يرحمه. مراد مدلسي كان وزير خارجية مع وزير الخارجية الرسمي اللي هو عبد العزيز بوتفليقة. ثم بعد مراد مدلسي جاء العمامرة، اشتغل العمامرة وزير خارجية مع بوتفليقة، بالرغم من أنه ابن وزارة خارجية ودبلوماسي محنك، ولكنه كان يشتغل تحت إشراف الرئيس بوتفليقة اللي هو الدبلوماسي المحنك. إذا كانوا عندنا زوج وزراء خارجية طوال هذه الفترة، عندنا زوج وزراء خارجية. ثم فيما بعد جاء وزير آخر اللي هو مساهل، نعم مش كان، ثم أنا معاها بالعقل اصبر عليا. ثم جاء فيما بعد نظن في 2000 تقريبا 14-15 جاء وزير الخارجية مساهل ليصبح لدينا 3 وزراء. كان عندنا عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية، كان عندنا العمامرة وزير خارجية، وكان عندنا مساهل معاهم وزير خارجية مكلف بالشؤون العربية والمغاربية. كانوا عندنا 3 وزراء خارجية، و3 وزراء خارجية دمادم ربوبة تاع الخارجية. بوتفليقة وما أدراك ما بوتفليقة، العمامرة وما أدراك ما العمامرة، ومعاهم مساهل بالدرجة أقل طبعا، يحترمني إذا كان يسمع بشي يقول ويطيح بيا، ولكن مساهل مقارنة بالعمامرة وبوتفليقة يعني ولي يلعب جينيور، ولكن كان وزير. أنا نذكر أنه كانوا عندنا 3 وزراء